السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه جديده كما العاده. اليوم غادي نقدم لكم بوشيار على الطريقه المغربيه 100%. ما تبخلوش عليا خوتي بلايك والاشتراك في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب، وما تبخلوش عليا كذلك بالتعاليق ديالكم الزوينين كما العاده. نبداو على بركة الله بالمقادير. عندي اول حاجه هنايا البنات، عندي هنايا عملت زلافه ديال الطحين وزلافه ديال الفينو، يعني نفس المقادير، يعني الا عملت زلافه عملت زوج زلايف نعمل زوج زلايف. عندي الملحه، عندي السكر، معلقه صغيره ديال السكر، وعندي معلقه كبيره ديال خميره ديال الخبز. بالنسبه للبنات المقادير كتعملوا يعني نفس العبار اللي عملتوه طحين فينو تعملوه طحين في الفرص. وبالنسبه للبنات كذلك للسكر يمكن لكم تعملوا العسل في بلاصه ديال السكر. كنعجنوا العجينه ديالنا كتجي بحال ديال الشفنج. هانتوما البنات كما كتشوفوا يعني كتلصق في اليد، وغادي نخليها تخمر بهذا الشكل هذا. هانتوما كتشوفوا البنات من بعد ما خليتها تخمر، دابا غادي نزولها. اللي ما عندهاش العجانه البنات تعجنها مزيان، يعني كطلب الدليك كتجي خفيفه بحال ديال السفنج نيشان. دابا غادي ندهن يديا بالزيت وغادي نبدا نقسم خبيزات صغارين بهذا الشكل البنات. وغادي نحطها في اللاطه ديالي ترتاح. من بعد ما غادي نسالي من التكوار ديالهم البنات مباشره كنقرصها وكنطيبها ديريكت. هانتوما كتشوفوا من بعد ما كورتهم كاملين بيهم، دابا غادي نجيب هاد الورق ديال الطبخ، ورق ديال الفران، غادي ندهنو بالزيت حتى هو، وغادي نطلقوا عليه بوشيار ديالي، وغادي نخلي المقله تسخن. كما كتشوفوا البنات دابا غادي نهز البوشيار ديالي وغادي نقلبها في المقله. من الاحسن البنات عملوا شويه ديال الزيت في المقله، وكنقلبها البنات حتى كتعمل لي ديك الفقاعات، ما كنقلبهاش دغيا. هانتوما كتشوفوا بهذه الطريقه البنات. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايك والاشتراك في القناه وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب. والسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.